تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحل. السادة والسيدات من الفضائل الترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. افتتاح مهرجان اللترينا في أستراليا. فرع المرأة في الأوسط يقيم أنشطته. إعادة توزيع الأراضي الزراعية في دق محارة. إيران تهدد بالرد على مهلة ترامب والعقوبات الأمريكية الجديدة، والقريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل. ومركبة الفضاء دراغون تبدأ رحلة العودة إلى الأرض. أهلا بكم للتفاصيل. افتتح في 12 من يناير بمدينة مولبورن الأسترالية المهرجان 18 للترين المقيمين في أستراليا بحفاوة كبيرة تحت شعار نبراس للتطور المستدام. وحضر المناسبة اللترين القادمون من مختلف المدن الأسترالية وأصدقاء اللترين وعمد مختلف المدن الأسترالية ونائب مدير قسم الخارجية والتجارة في مقاطعة فيكتوريا وممثلي أقسام حرس الحدود الأسترالية ونائب مفوض شرطة مقاطعة فيكتوريا والقنصلين الشرفيين لبولندا والمالديف والضيوف المدعوين. وقال قنصل فيكتوريا العام في أستراليا السيد محاري تخسته في الكلمة التي ألقاها أن المهرجان 18 ينظم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تنفيذ برامج تنموية كبيرة ونجاح التصدي القوي للشعب الفيكتوري في الداخل والمهجر، داعيا الجاليات والاتحادات الشعبية الفيكتورية للعمل المضاعف وتوسيع علاقاتها. وألقيت في مناسبة الافتتاح كلمات تضامنية لمختلف المدعوين. ويشتمل المهرجان السنوي المستمر حتى الاثنين 15 من يناير معرضا للمعمار الجميل للعاصمة أسمرة وسيمينار حول الأوضاع الراهنة في البلاد وبرامج ثقافية وترفيهية ومحاضرات حول الصحة والتعدين. أكد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه على تنفيذ أنشطة الناجحة العام الماضي لتأطير المرأة العاملة في الوزارات والمؤسسات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة ألم بلاي عن تنفيذ مهام قوية لتنظيم المرأة في مختلف المستويات خاصة المرأة الشابة وتعزيز مساهمتها في التنمية. وأشار التقرير المقدم إلى أن رفع وعي العضوات وتعزيز دورهن لمكافحة التمييز وزواج القاصرات وختان الإناث وتقوية المشاركة في الاحتفالات الوطنية والمنتديات المنظمة لتقييم المسيرة 25 سنة الماضية من البرامج الهامة المنفذة. وذكر الاجتماع بأن فتح حضانات أطفال في مستشفيات بيت مخاء وحسحاز وحليبات للحيلولة دون إعاقة عمل المرأة يعتبر نتاج الجهود المنفذة. وأفاد الاجتماع عن وضع خطة لهذا العام لمواصلة التعبئة وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وتوطير العاملات في القطاع الخاص. ويضم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط أكثر من 75,000 عضو. أعلنت إدارة مديرية دق محارة عن تنفيذ جيد لعملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية. وأوضحت الإدارة في الاجتماع الذي عقدته عن توزيع الأراضي الزراعية ل 7,600 أسرة. وأشارت إلى مواصلة عملية إيفاء البيانات الخاصة بالاتفاق الجديد لإيجارات المنازل الخاصة. وذكر التقرير عن زراعة مساحة 10,400 هكتار من جملة الأراضي الزراعية البالغة حوالي 13,700 هكتار، لكن الإنتاج لم يكن حسب المأمول لشح الأمطار وتطعيم أكثر من 183,000 رأس من الماشية. وقدم مدير مديرية دق محارة السيد سيوم غبريسوس في الاجتماع توضيحا حول البرامج الموضوعة لعام 2018. أعرب سكان ضحية مقاودة بمديرية منصورة عن ارتياحهم لحل مشكلة مياه الشرب. وأوضح السكان بأنهم كانوا يقطعون مسافة 7 كيلومترات لجلب المياه بعد تعطل مشروع المياه. وقال مدير مديرية منصورة السيد شيخ الدين صالح خلال تسلم مشروع المياه أن على السكان العناية الجيدة بالمشروع وترشيد الاستهلاك. جانبه أوضح مدير ضحية مقاودة السيد عبد الله أبو بكر
أن مشكلة المياه كانت تؤثر على الصحة، مشيدا بكافة المتعاونين لإصلاح مشروع المياه. وتبعد مقاودة مسافة 14 كيلومتر من بلدة منصورة. نظم سيمينار لطلاب مديرية نقفة حول القانون الجنائي والمدني. وأوضح قائد شرطة مديرية نقفة الملازم طه بين أن الوعي أساس مكافحة الجريمة والمخالفات، وقال أن تعرف الطلاب بالقانون يسهم في أنشطة المكافحة واحترامه. وذكر مسؤول مكافحة الجريمة في المديرية السيد يمان أسقدوم أن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة، داعيا الطلاب الوعي بالقانون والعمل لتطبيقه والتعاون مع الشرطة. المشاهدون الأفاضل، نواصل هذه النشرة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. وفي الأنباء العالمية، قالت إيران أنها ستفرض على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإصلاح اتفاق قوى عالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب أنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران لآخر مرة حتى يعطي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرصة أخيرة لتعديل الاتفاق. وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على رئيس السلطة القضائية الإيراني علي لاریجاني وآخرين. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية وصفها العقوبات على لاریجاني بأنها عمل عدائي، مضيفة أن الخطوة تتجاوز جميع الخطوط الحمراء للسلوك في المجتمع الدولي وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. ووصفت روسيا تصريحات ترامب بأنها سلبية للغاية، وروسيا من الموقعين على الاتفاق النووي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 من يناير الحالي في تونجيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانجوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة. وأضافت الوزارة في بيانها أن وفدا برئاسة الوزير تشو ميونغ جون سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريقها الفني إلى الأولمبيات الشتوية في كوريا الجنوبية. وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادليا في بيس هاوس في الجانب الكوري الجنوبي من بانغونوم بالمنطقة منزوعة السلاح، وفي تونجيل في كوريا الشمالية. وقالت وزارة الوحدة في وقت سابق أن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 من يناير بشأن الأمر ذاته. انطلقت مركبة الفضاء دراغون المملوكة لشركة سبيس إكس من محطة الفضاء الدولية عائدة للأرض محملة بمواد علمية. ومن المزمع أن تهبط المركبة في المحيط الهادي. يذكر أن دراغون كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في 5 من يونيو الماضي حاملة على متنها حوالي 3 أطنان من البضائع، حيث تعد هذه الرحلة الثانية من نوعها لهذه المركبة. فكبسولتها الرئيسية كانت قد أرسلت في سبتمبر 2014 إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث قضت حينها 34 يوما في المدار الخارجي. أعلن الصديق للمتسابق الفرنسي روبين مارشان أن المعمر البالغ عمره 106 أعوام سيعتزل رياضة الدراجات الهوائية. وجاء قرار الاعتزال بعد عام واحد من تحقيق المتسابق ما تم اعتباره رغم قياس على مستوى أشخاص تزيد أعمارهم على 105 أعوام، حيث قطع مسافة 22.5 كيلومتر خلال ساعة واحدة. وجذب الإنجاز الذي تحقق على حلبة داخل قاعة بالقرب من باريس أنظار وسائل إعلام دولية، وأصبح مارشان رمزا للمعمرين. ويقترب سن مارشان من ضعف متوسط سن التقاعد في فرنسا، و3 أو 4 أضعاف سن اعتزال صفوة الرياضيين.
المشاهدون الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.